وبتطلع بالنتيجة الممتازة الهايلة دي. والله عايزة اقول لكم ان القطعة خفيفة هشة قوي، طعمها كان خرافة بصراحة، طلعت مظبوطة جدا والطعم بتاعها كان خطير قوي. لما تعمليها مش هتميزيها خالص عن بتاعة الأفران، هي تعجبكم جدا جدا بالوصفة دي. بصوا كده، شايفين الصباع لونه ذهبي وجميل ازاي، وكمان القاعدة بتاعته اللون بتاعها حلو قوي. بصوا هشة ناعمة قوي ما شاء الله، مكوناتها مظبوطة. تعالوا بقى النهاردة اعمل لكم مقرمشات البريزيانا اللذيذة جدا، مقرمشات الأفران اللي مستحيل تفشل معاكم بعد الفيديو ده، لأن بحب دايما اجيب الخلاصة في كل وصفة، واقول لك كمان على سر التسوية علشان تطلع معاكي مظبوطة زي بتاعة الأفران بالظبط، وبدون بيض وبدون حليب، لأن باختصار البريزيانا ما بتتعملش لا ببيض ولا بحليب، وبطريقة سهلة ومبسطة هوصلك للنتيجة الممتازة دي. وفي أثناء الفيديو هجاوبك على كل سؤال ممكن يجي في تفكيرك، وهنتكلم كمان عن البدائل وكل خطوة بالتفصيل. يلا شجعيني بكومنت لذيذ منك كده، أكيد هيفرحني جدا. يلا نبدأ ونصلي على الحبيب المصطفى محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أما دلوقتي يلا بينا نحضر البولة بتاعتنا اللي احنا هنضيف فيها المكونات. اولا كده هنحضر معانا نص كيلو من الدقيق بتاعنا متعدد الاستخدام. اما عن السؤال اللي بيجي لي، هو انت ليه مش بتقول على نوع الدقيق اللي انت بتستخدميه في المخبوزات؟ انا بستخدم دقيق الضحى، ودايما والله بقول بستخدم دقيق الضحى. في انواع تانية من الدقيق بتبقى ممتازه جدا زي دوبيلا زي الاهرامات، كل دي انواع من الدقيق حلو جدا. يلا دلوقتي نضيف المكونات الجافه. هضيف معايا معلقه صغيره 5 مللي من السكر، وبعد كده هضيف معايا نص معلقه صغيره من الملح وهي 2.5 مللي، ونص معلقه صغيره من الخميره الجافه 2.5 مللي، وبعد كده هنضيف معانا ربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر وتقريبا هو 1 مللي. بعد كده هبدأ أخلط المكونات الجافة كلها مع بعض. ويلا بينا دلوقتي نضيف المادة الدهنية بتاعتنا. المادة الدهنية بتاعتنا عبارة عن ايه؟ عن كوباية كاملة زي ما انتم شايفين كده، كوباية الشاي. طيب هي عبارة عن ايه؟ نصها سمنة والنص التاني زيت، الزيت طبعا بتاعنا بدون روايح. تمام. طب انا لو جالي سؤال دلوقتي، هو انا ينفع اضيف مكان السمنة زبدة؟ ينفع طبعا ينفع. اما دلوقتي انا خلاص انا ضفت الزيت والسمنه بتاعتي على الدقيق، هبتدي ان انا اقلبه بالشكل ده باطراف صوابعي، ابتدي ان انا بس ادخل الماده الدهنيه مع الدقيق، عايزه اعمل خلط بينهم وبين بعض بالشكل ده. بصوا كده انا ببتدي ان انا ابس الدقيق بتاعي، يعني ايه؟ يعني بعمله عمليه افركها كده، يعني اخليها كده زي حبيبات كده صغيره، كاني زي ما بعمل قريش بالظبط. بصوا تبقى حبيبات بالشكل ده. كده انا شبعت الدقيق بتاعي بالماده الدهنيه خلاص، وهي دي الطريقه الاصليه اللي هتنجح معاكي الوصفه ان شاء الله. اما بعد كده نجيب معانا نص كوبايه من الميه، وهنزل عليها معلقه كبيره من صلصه الطماطم. طب ليه انا بضيف صلصة الطماطم للوصفة دي؟ الوصفة ديت علشان تدي الطماطم، بتدي لون كده زي اللون الذهبي زي ما انتم شفتوا في اول الفيديو، بيبقى شكلها جميل جدا، وفي نفس الوقت هي بتديها طعم حلو قوي، فعشان كده هي دي الاساسية في الوصفة بتاعتنا. بصوا بعد خلاص ما دوبت معلقة الصلصة في نص كوباية المية، هنزلها على الدقيق بتاعنا بالمادة الدهنية، هقلبه كله مع بعضه بالشكل ده. هلاحظ ان هي بتبتدي تلزق معايا مع العجن واحدة واحدة، هتبتدي العجينة ان هي تلم معايا بالشكل ده. خلاص هبص كده وادوس عليها واشوفها، هحس ان هي ملمسها مش كويس، يعني ايه؟ انا حاسه ان هي ناشفه شويه. هبتدي اضيف عليها معلقه واحده بس من الميه. تمام. وهقلب تاني لحد لما احس ان العجينه بتاعتي ملمسها بقى كويس جدا. يعني ايه ملمسها كويس؟ يعني امسكها كده احس ان هي مش بتلزق معايا، احس ان هي ما تكونش يابسه قوي، يعني ما تكونش ان انا ادوس عليها احس ان هي جامده معايا. بصوا كده هنشوفها واحده واحده. بصوا كده جميله جدا. خلاص هي دي النتيجة اللي أنا عايزاها. وتلاحظوا بص العجينة خدت اللون بتاع الصلصة، بقى شكلها جميل قوي. هركنها جانبا كده، وهبدأ بقى نشوف كده. هنجيب في بولة صغيرة نضيف معلقة صغيرة من الملح، وبعد كده هضيف معايا معلقتين صغيرين من السمسم، وبعد كده هضيف معايا معلقة صغيرة من حبة البركة، وأقلبهم كلهم مع بعض. طيب ليه المكونات دي؟ المكونات دي اللي احنا هنضيفها على المخبوزات بتاعتنا، هوريكم دلوقتي ازاي هنضيفها عليها في أثناء التشكيل. ويلا ناخد العجينة بتاعتنا بعد ما ريحناها، مفيش يعني ما خدتش معايا 5 دقايق، هنزلها كده على البلانشة بتاعتنا، وهبتدي ان انا افردها بالشكل ده. هجيب بقى بعد كده القطاعة وهبتدي اعمل زي صوابع بالشكل ده. الموضوع ده كله بيسهل عليا عملية التشكيل على فكرة. خلاص هاخد اول واحدة. بصوا كل واحدة يعني تقريبا هاخد منها النص بالشكل ده، وهبتدي ان انا افردها.
بصوا بقى انا بعمل ايه، بشكل ازاي. باخد الخليط اللي احنا عملناه اللي هو حبة البركة والسمسم والملح، وهرشه عليها كده. اول ما باجي ان انا اشكلها العجينة، بيبتدي ان هو يمسك فيها السمسم والمكونات دي كلها تمسك فيها. تمام، بصوا كده. بعد كده هعملها كده بالعكس بالشكل ده، الفها لفة، اجي ارفعها الاقيها هي بتتلف لوحدها. بصوا، ودي اسهل طريقة ممكن انت تعمليها. وعلى فكرة بيخلي الشكل دوت يعني مهما قعدت واختمرت معاكي قبل ما تحطيها في الفرن، بتبقى نفس الشكل هو هو. انما لو عملتيها بالشكل اللي هو المعتاد اللي هو العادي، ان احنا نلفه حوالين بعضه عادي يعني، بلاقيها تفك اول ما بتبتدي ان هي تختمر او ترتفع شوية، بلاقيها ان هي تفك منها على طول. انما الشكل بالطريقة دي بيفضل ثابت معاكي على طول لحد لما تيجي تحطيها في الفرن ان شاء الله. بص انا بعمل ايه، بخليها تبقى رفيعة خالص وبعد كده اضمها على بعض والاقيها تتلف بالمنظر ده. والله هي سهلة جدا وبسيطة. وبص حطيتها في الصينية بتاعتي، ما بدهنش طبعا الصينية بتاعتي خالص، هي على طول بحطها عليها بالشكل ده. تقريبا كلهم بيبقوا حجم واحد. بصوا بالمنظر انتوا شايفين، والسمسم وحبة البركة والملح ثابتين عليهم ما شاء الله، طلع حلو جدا. أبدأ بقى بعد كده هاخد معايا نص بيضة، نص بيضة، وبعد كده هضيف عليها نص معلقة صغيرة من الصلصة. ليه ده بقى؟ ده بيديها شكل جميل جدا عشان تطلع في الآخر اللون الذهبي اللي انتوا شايفينه. قلبت كله مع بعضه بالمنظر ده. يلا بقى هاخد الفرشة وهبتدي أدهن السطح بتاعها. مش هدهنها قوي يعني أمشي كده بس حاجة بسيطة كده بالفرشة، مجرد بس إن هي هتديها زي أماكن كده بيبقى لونها محمر شوية. اخد كمان الصينية التانية. هي ما شاء الله النص كيلو دقيق ده عمل معايا كمية كتيرة جدا، لأن زي ما انتم شايفين الحجم بتاعها صغير قوي، يعني ما بتاخدش كتير من العجينة، فعشان كده بترمي معاكي كتير وبتديكي كمية كتيرة قوي. والله عايزاكم تجربوها بالطريقة وبالوصفة دي، تطلع معاكم جميلة جدا. أما عن ضبط درجة الحرارة في الفرن فركزي معايا، أقولك على تركاية مهمة جدا. أول حاجة وأنا بجهز كده هشغل الفرن بتاعتي على 200 درجة. قبل ما أحط الصينية بتاعتي في الفرن ههدي الفرن بتاعي ل 180 درجة، وبعد كده أدخلها الصواني بتاعتي، الرف يكون وسط، وبتطلع بالنتيجة الممتازة الهايلة دي. أما عن وقت التسوية فيها بتاخد معايا تقريبا من 15 دقيقة ل 17 دقيقة. والله عايزة أقول لكم إن القطعة خفيفة هشة قوي، طعمها كان خرافة بصراحة، طلعت مظبوطة جدا والطعم بتاعها كان خطير قوي. لما تعمليها مش هتميزيها خالص عن بتاعة الأفران، هي نفس الطريقة ونفس الشكل ونفس المنظر، هي بالظبط. هتعجبكم جدا جدا بالوصفة دي. بصوا كده، شايفين الصباع لونه ذهبي وجميل ازاي، وكمان القاعدة بتاعته اللون بتاعها حلو قوي. بصوا هشة ناعمة قوي بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، ما شاء الله مكوناتها مظبوطة وحلوة جدا. ويا ريت لو وصلت لحد هنا ما تنسنيش في لايك وكومنت منك تشجيعي علشان القناة بتاعتي تقدر ان هي تستمر واقدر ان انا انزل فيديوهات تانية. اتمنى ان يكون الفيديو النهارده عجبكم. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.